لا يترك التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العالم شاردة أو واردة إلا ويذكرها في طريقة تعاطي حكومات العالم مع حقوق الإنسان. لكن ماذا عن الولايات المتحدة راعية هذا التقرير الذي لا يشير إليها من قريب أو بعيد؟ أعتقد أن الولايات المتحدة غير مشمولة بهذا التقرير لأنه أعد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وهو بالتالي يركز على السياسة الدولية من طرف مؤسسة حكومية تعنى بالقضايا الخارجية فقط. لا يختلف اثنان بشأن وجود مجتمع مدني وإعلام مستقل وضمانات دستورية قوية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بيد أن الأرقام التي أظهرتها منظمات حقوقية ومنها Human Rights Watch طالما انتقدت الوضع الحقوقي الأمريكي، إذ إنه حتى عام 2010 كانت الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد المساجين الذين بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون سجين، بالإضافة إلى وجود تقارير عن انتهاكات تتعرض لها العديد من الأقليات في المجتمع الأمريكي. هناك العديد من المعضلات الحقوقية في الولايات المتحدة، سيما طريقة معاملة السجناء والخلل في النظام القضائي وبرامج التنصت على المواطنين، وهي قضايا يجب طرحها أمام الرأي العام. لكن رغم الانتقادات التي تواجهها السلطات الأمريكية، إلا أن واشنطن أكدت مرارا أن هذا التقرير موجه بالأساس للخارج، فيما يرى فيه البعض مقياسا لطريقة تعاطي الولايات المتحدة مع دول العالم على أساس احترامها للقانون الإنساني. يشير التقرير الذي تصدره الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في العالم إلى الدول التي تنتهك القانون الإنساني وتلك التي تسعى لتحسين سجلها، لكن البعض يرى أن ما يصفونه بشهادات حقوق الإنسان التي توزعها الولايات المتحدة يجب أن تمر أولا بعراب هذا التقرير. محمد الأحمد، سكاي نيوز عربية، واشنطن.